اهلا بيكم. اسئله بتجيلي من اخواتنا حديث التخرج بيقارن فيها ما بين وظيفتين، بيقارن ما بين شركتين، بيقارن ما بين تو اوفرز. فخلينا النهارده نتكلم كده على شويه تكنيكس ان شاء الله، يعني مش هتحتاج تسال تاني غير في اضيق الحدود. اول حاجه طبعا خطوه كويسه جدا انك سالت، لان السؤال هو نصف المعرفه. النقطه الثانيه، حاول احصائيا كده بنقول دونت بي بايست، يعني ما تاخدش الكيس بتاعت حد وتحاول تمشي عليها ستيب باي ستيب وفي بالك ان انت هتوصل لنفس الريزلت. احنا بشر، احنا يعني خلينا نقول كيس باي كيس، ما ينفعش ان احنا نعمم تجربه حد او حد يديك نصيحه بناء على اساس تجربته ويحاول ان هو ينظر او ان هو يسقط هذه التجربه عليك. الافضل ان احنا ندي خطوط عريضه تسهل عليك طريقه التفكير، وده اللي احنا هنعمله في سلسله الفيديوهات دي. خلينا نتكلم في اول سؤال. انا عندي فرصه اشتغل بروسيس او اشتغل اوبريشن، او حد تاني ما عندوش الفرصه بس بيسال عايز يعرف انهي الافضل، بروسيس ولا اوبريشن. مفيش شيء افضل في المطلق، مفيش شيء اوحش في المطلق. خلينا نتكلم عن كل واحده هتوصلك لحد فين وايه المطلوب فيها. بروسيس انجينير معنى كده ان انت لازم راجل تكون التكنيكال باك جراوند عندك قويه جدا، بتذاكر كل يوم تقريبا، بتقرا كتب كتير جدا. في سكيلز مطلوبه منك جدا غير طبعا التكنيكال باك جراوند، خلينا نقول سيميوليشن، داتا اناليسيز، وات ايفر. السكيلز المطلوب منك برزنتيشن سكيلز، لان انت هتبدا بتعرض كتير جدا من اول زمايلك لحد الميد مانجمنت والتوب مانجمنت. فدي نقطه مهمه جدا، السكيل البرزنتيشن سكيلز. النقطه المهمه الثانيه البروجكت مانجمنت، انت هتليد بروجكت كتيم ممبر بقى، كتيم ليدر، انت هتعمل بروجكتس. النقطه اللي بعد كده الفاينانشال كالكوليشنز او الحسابات اللي هي الماليه، لازم يكون عندك برضو باك جراوند كويسه بيها. الحاجه الاخيره ودي اهم حاجه، ان البروسيس انجينير هي هاز تو بي ابديتد، يعني ما ينفعش ان انت تكون ديسكونكتد على النيو تكنولوجيز او النيو ترندز اللي ماشيه دلوقتي. يعني انا مش متخيل حاليا بروسيس انجينير مش بيعرف يعمل داتا اناليسيس، او بروسيس انجينير ما بيعرفش خلينا نقول ان هو مش بيشتغل ماشين ليرنينج، او ان هو ما عندوش باك جراوند قويه او تكنيكاليتي قويه في البيج داتا اناليسيز او الماشين ليرنينج. فدي نقط بقت اساسيه جدا لكل البروسيس انجينيرز، ولازم ان هو يتطور فيها داي باي داي. الاوبريشن ده بيديك او المطلوب منك انك تحفظ المصنع كويس جدا، تحفظ كل البروسيجرز اللي موجوده في المصنع كويس جدا، emergency بروسيجر، ستارت اب، شات داون، ترابل شوتنج. فده اللي مطلوب للاوبريشن. مطلوب منه انه يكون عنده سرعه بديهه، المطلوب منه انه يكون سريع في اتخاذ القرار، فلازم تكون شاطر جدا في الديسيشن ميكنج. مطلوب منك انك مش تشتغل تحت ضغط، لان الجمله دي مش صح لحد ما، ولكن مطلوب منك انك تقدر تاخد قرار وانت في مشكله حاصله دلوقتي. ازاي ان انت تقدر تاخد قرار سريع في مشكله موجوده حاليا. طيب كل واحده فيهم هتوصلك لفين؟ البروسيس انجينير هيوصلك ان انت مش لازم تكون متخصص في بروسيس معينه، تقدر تشفت من بروسيس لبروسيس، من مصنع لمصنع. الاوبريشن ممكن يكون صعب شويه، الا لو هيروح في بروسيس شبه البروسيس اللي هو شغال فيها. مثلا شغال في بوليمر فيروح في بوليمر تاني، بوليبروبيلين يروح بوليإيثيلين، بي في سي يروح بوليستيرين، او يروح بي سي، او يروح اي بوليمر تاني، وهكذا. انما في الاغلب الاعم لا، انا بشتغل في اوبريشن فانا بفضل فيها، لو رحت مكان تاني هيبقى في نفس البروسيس دي. الاوبريشن بعد فتره، خلينا نقول من 15 ل 20 سنه، انت بتكون بلاش اقول سبجكت ماتر اكسبرت عشان تحفظا على هذه الكلمه، ولكن انت بتكون اكسبرت في الاوبريشن دي. احيانا شركات بتبدا تلجا لك في ان انت عايزين نحل مشكله عندنا، فبيبداوا يلجأوا للراجل بتاع اللي عنده او اللي هو عنده خبره كبيره جدا في الاوبريشن. ده الفرق ما بين البروسيس والاوبريشن. تابعوني عشان هنتكلم في اسئله تانية.